الثالث الإعدادي. اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الاعدادي. احنا زي ما عارفين ان احنا هنكمل حل اختبار الجبر للصف الثالث الاعدادي 2021 2022، وزي ما عرضنا الاول في الجزء اللي فات قبل كده، وهنسيب لكم الوصف في اسفل الفيديو. ولو عايز تدخل على فيديوهات لشرح الهندسه هتلاقي برضو الرابط بتاعها في الوصف. هنبتدي مع بعض السؤال الثاني. الفيديو اللي فات عملنا السؤال الاول اللي هو اختر بين الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. السؤال الثاني بيقول ايه؟ هنشوف كده. عندنا زي ما احنا متفقين بحركه الليزر. السؤال الثاني مكون من جزئين أ وب. أ بيحل المعادلة س تربيع ناقص 4 س زائد 1 يساوي 0 باستخدام القانون العام. ب أوجد نون للسين في أبسط صورة مبينا مجالها اللي هو الكسر اللي قدامنا. نشوف كده على الباوربوينت هنحل ازاي. السؤال الثاني بيقول ايه؟ وهنبتدي بالنمرة أ. شوف نمرة أ، حل المعادلة س تربيع ناقص 4 س زائد 1 بتساوي 0 باستخدام القانون العام. نعمل ايه؟ بنكتب بالمعادلة تاني س تربيع الحل. هنكتب المعادلة تاني س تربيع ناقص 4 س زائد 1 بيساوي 0. نيجي على جنب هنا وهنعمل كده ايه؟ نطلع بقى ايه أ وايه ب وايه ج. هنشوف مع بعض. اديني بعمل خط مستقيم اهو قدامك، وبعدين كتبت اذا أ بتساوي الواحد. نشوف كمان أ بتساوي 1، ب بتساوي سالب 4، ج بتساوي الواحد. أ بتساوي الواحد اللي هو المعامل بتاع س تربيع، ب بتساوي سالب 4 اللي هو المعامل بتاع السين. بص على حركة الليزر، ج بيساوي 1 اللي هو الحد المطلق. تمام؟ بعد كده الخطوة اللي بعديها هنكتب القانون العام. بعد ما نكتب القانون العام اللي هو بيقول سالب ب زائد او ناقص جذر تربيع الب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ، نبدأ بقى عملية تعويض. ما هو إلا إنك بتعوض عن أ بتشوفها فين وبتشيلها وتحط قيمتها بواحد، ب بتشيلها من هنا وتحط سالب 4 هنا تربعها تحت الجذر، وأ برضو إيه نسينا نقولها برضو تتعوض في المقام، ج بتعوض مكانها هنا. نشوف بقى نكمل بعد التعويض. ب بسالب 4 وسالب في القانون سالب في سالب بموجب يبقى موجب 4 زائد أو ناقص أهي جذر التربيعي ربعت ب اللي هي سالب 4 ب 16 ناقص 4 اللي هي موجودة في القانون في أ اللي هي بواحد في ج اللي هي بواحد على 2 أ اللي هي بواحد. بعد كده نبدأ نختصر بالآلة، تستخدم الآلة وتختصر أو تختصر على إيدك زي ما احنا شايفين قدامنا. أنا عملت الأربعة زي ما هي، قمت طرحت 16 ناقص 4 في 1 في 1 يعني 4، 16 ناقص 4 12. ال 12 أضعها في أبسط صورة زي ما خدت في تانية إعدادي إن جذر 12 يعني معناها 4 في 3. بدور على عددين حاصل ضربهم 12 وفي نفس الوقت يكون في عدد فيهم ليه جذر تربيعي اللي هي الأربعة، خدها بره ب2 ويفضل 3 تحت الجذر. تبدأ تقسم بقى 4 على 2 فيها الاتنين، و2 جذر 3 على الاتنين فيها جذر 3، يبقى الجذرين بتوعي 2 جذر 3 2 زائد جذر 3 و2 ناقص جذر 3. يبقى زي ما انا شايف ادي كاتب لك الجذرين اهما مع بعض 2 زائد
مجموعة الحل، لو قال هنا مجموعة الحل يبقى أنا هكتب مجموعة الحل وأفتح قوسين وأقول 2 زائد جذر 3 و2 ناقص جذر 3. طب ندخل على المسألة اللي بعد كده اللي هو تابع السؤال الثاني نمرة ب. بيقول لي أوجد نون للسين في أبسط صورة مبينا مجالها. السين بتساوي الكسر اللي قدامنا ده، وانا بقول ونصيحه دايما على اساس انك ممكن تتعب نفسك في تحليل مقدار وممكن يكون لا يحل. فانا اول ما اشوف المساله فيها مقدار اللي حاطط عليه هو علامه الليزر، مقدار فرق بين مكعبين او مجموع مكعبين، انا شخصيا عن نفسي بفضل ان انا ابدا بتحليل هذا، بتحليل هذا الكسر علشان نشوف الكسر في التحليل. القوس الثاني هيكون برضو من التفكير في المساله ماشي، وده يساعدني كتير في حلها، ان انا عندي كسرين والاشاره ما بينهم اشاره زائد، تمام، جمع او طرح، فيبقى انا احط في دماغي على طول ان ممكن الكسر القوس الثاني من تحليل س تكعيب ناقص 8 هيطلع هو ده البسط، عشان في عمليه الاختصارات. فاغلب المسائل بيكون مديلك حاجه على اساس انك انت تختصرها. حالات قليله خالص من المسائل دي اللي هي تبقى مش لا تختصر، ولكن انا هبدا بتحليل س تكعيب ناقص 8 عشان ما اطولش عليكم، وبعد كده اشوف مين اللي هيختصر. طيب نروح نبدا التحليل بتاعنا. الحل بدات التحليل. انا سبت لك اهو الكسر الاولاني زي ما هو س تربيع ناقص 6 س زائد 9 على س تربيع ناقص 5 س زائد 6. بدات في تحليل المقام اللي عندي ده اللي هو س تكعيب ناقص 8. طلع لي طلع س ناقص 2 في س تربيع زائد 2 س زائد 4. انت بتحلل ازاي الفرق ما بين مكعبين؟ بتجيب الجذر التكعيبي لس تكعيبي وهو طبعا س، جذر تكعيبي ل 8 اسف، اللي اضربها في نفسها 3 مرات تديني 8 اللي هي 2، يبقى س ناقص 2 هي جذر التكعيبي. كده خلاص انا مش محتاج س تكعيب ناقص 8 دي في حاجه، انا هكون القوس الكبير من القوس الصغير، ده يبقى تحليلي. ابدا بقى اقول همسك اركز على القوس الصغير اللي انا عامله ده واقول تربيع الاول، يعني السين دي اربعها الاول في الثاني 2 في س ب2 س زي ما انا كاتب اهو. شوف بقى الليزر جاي على علامه الزائد دي اللي هي الجمع، هنا تبقى عكس الاشاره، عكس اشاره هنا كانت ناقص يبقى اعملها زائد، لو كانت زائد يعني مجموع مكعبين في الاصل يبقى هنا ناقص، دي موجبه دائما واربع الثاني اللي هو الاثنين تبقى 4. تمام. خلاص انا حللت اللي هو مجموع فرق ما بين مكعبين. ابدا تحليل باقي اللي هو الكسر الثاني. خلاص انا حطيت في دماغي اللي انا اختصر. ما ده طلع س تربيع زائد 2 س زائد 4 هي المقدار اللي فوق. تمام. لما اجي احلل س تربيع ناقص 6 س زائد 9 ده الاحظ ان هو قبل ما اخش في تحليل المقدار الثلاثي اشوف نوعه ماشي. طبعا بالممارسه وبكتر حل مسائل التحليل هعرف ان ده من شكله كده مربع كامل. ليه مربع كامل يا استاذ؟ طالب شاطر كده معايا بيقول لي ليه مربع كامل؟ اقول له الاول كميه مربعه موجبه، والحد الثالث برضه كميه مربعه موجبه. تمام. يبقى كده ادي شروط المربع الكامل. يفضل الشرط الاخير هو الحد الاوسط، اذا كان الحد الاوسط موجب او سالب ما تفرقش معايا الاشاره اللي في النص دي كانت موجبه او سالبه. جذر الاول س تربيع جذرها س اهي موجوده، جذر الثالث اللي هو 9 جذرها 3 في 2 يبقى الاول جذر الاول في جذر الثالث في 2 يعني 3 س في 2 ب 6 س موجود. يبقى مربع كامل ما علي الا اني هاخد
جذر الاولاني س، واخد جذر التاني اللي هو 9 ب3، واخد اشاره الحد الاوسط. القوس ده كله الكل ايه؟ تربيع. يبقى ده تحليل المربع الكامل. طب اشوف الكسر اللي تحت، س تربيع ناقص 5 س زائد 6. واضح طبعا ان دي كميه مربعه، دي اللي في الاخر مش كميه مربعه. خلاص، ابدا تحليل العادي اللي هو ادور على عددين حاصل ضربهم 6. ماشي، هنا اشارات ايه؟ زائد، يبقى هو في نفس الوقت مجموعهم كام؟ 5. يا اما هيكونوا موجبتين معا يا اما سالبتين معا حسب اشاره الحد الاوسط. اشاره الحد الاوسط سالبه يبقى سالبتين معا. كام؟ 3 في 2. برافو، سمع طلب شاطر بيقول 3 في 2. 3 في 2 ب 6. 3 زائد 2 5. اداني الحد الاوسط. يبقى انا اللي هاخدهم ايه؟ 3 و2. افتح قوسين، س ناقص 3 في س ناقص 2. عايز تعمل مراجعة سريعة كده تتأكد، الضرب بمجرد النظر اللي هو عكس عملية التحليل. لما تاخد انت الاولاني طبعا معروف س في س في س تربيع مش مشكلة، ناقص 3 في ناقص 2 موجب 6 اهي مفيش مشكلة. اهم حاجة الحد الاوسط عشان اعرف انا اخترت صح. ناقص 3 س في ناقص 2 س يديني ناقص 5 س. يبقى تحليلي مظبوط وسليم. ادخل على الخطوة اللي بعدها قبل ما اختصر او اطير اي حاجه نحطها في ودننا كده ونبقى عارفينها ان انا لازم اعمل ايه؟ اجيب المجال. يعني انا ما استعجلش اطير ده مع ده، ما استعجلش اطير س ناقص 3 مع واحده من س ناقص 3. استنى كده واشوف المجال، علشان انا نشوف المجال معانا. بيقول لك اذا المجال بيساوي ح ناقص 2 و3، يبقى انا بستبعد الاثنين و3 من اصفار الداله من مجموعه الاعلان الحقيقيه، يعني علشان تبقى الداله دي معرفه. ماشي، يبقى ده المجال بتاع جميع العدد الحقيقيه ما عدا الاثنين والثلاثه، هم دول اللي ما يحققوش الداله. يبقى انا دلوقتي ابدا الاختصار بقى. اختصرت س ناقص 3 في قوس دي مع واحدة من س ناقص 3، لأن س ناقص 3 لكل تربيع معناها مضروبة في نفسها مرتين. تاني حاجة هختصرها اللي أنا إيه قلت عليها اللي س تربيع زائد 2 س زائد 4. فاضل اختصار تاني ولا خلصوا الاختصارات دلوقتي؟ يبقى كده إيه؟ خلصوا الاختصارات. فاضل هنا عندي س ناقص 3 أهي، وس ناقص 2 تحت، وهنا مفيش حاجة يبقى مكانها 1. تمام، زائد زائد 1 على س ناقص 2. دي المقامات موحدة مش محتاجة وحدة، يعني حتى لما بعد ما اختصرت تمشي خطوات سليمة. انت ما مش من اول ما تشوف المسألة تقول لا دي مثلا مسألة تقيلة وصعبة. طب ما انت اهو لو جات لك المسألة وكانت المقامات مش متوحدة كنت هتعمل ايه؟ لما توحد المقامات هتاخد شغل تاني، لكن هنا المقامات متوحدة، ما هو الا انك تجمع البسط وتنزله على نفس المقام، يتنزل نفس المقام. يبقى س ناقص 3 زائد 1، يبقى انا جمعت البسط س ناقص 3 وضفت عليها 1. مقام س ناقص 2، طب س ناقص 3 زائد 1 سهله، س ناقص 3 وزائد 1 يبقى ناقص 2، يبقى تبقى س ناقص 2 على س ناقص 2. تمام، نشوف نساوي س ناقص 2 على س ناقص 2 اللي هي بواحد. تمام، ندخل على المسألة اللي بعد كده اللي هو السؤال الثالث. تمام، هنشوف السؤال الثالث اللي هو نمرة ألف. أوجد مجموعة الحل المعادلتين الآتيتين معا. قدام المعادلتين عايز أحلهم، واحدة من الدرجة الأولى وواحدة من الدرجة الثانية. تاني حاجة اللي هي النمرة ب، أوجد مين في للسين في أوسط صورة، ومديني برضو إيه كسرين بس المرة دي بالقسم على. نشوف بقى مع بعض. أول حاجة السؤال الثالث نمرة ألف، المعادلتين. أوجد مجموع حل المعادلتين الآتيتين معا. ص ناقص س بتساوي 1، س في ص بتساوي س ص يعني تساوي 6. طبعا دي معادلة من الدرجة الأولى زي ما قلنا، ودي معادلة من الدرجة الثانية. هنعمل كده إيه فاصل صغير يعني ما بين في الصفحة اللي هقسمها براحتك، وأنا هاخد دي ناحية اليمين وابتدي أعوض وأشوف. أدي الحل، هبتدي معاك. ادي الفاصل اللي بقول لك عليه عملته. تمام، هاخد المعادله الاولى وهكتبها هنا، المعادله الثانيه واكتبها هنا. في اي مشاكل فيها كده؟ ادي المعادله الاولى ص ناقص س بيساوي 1، ادي المعادله الثانيه ص في س بيساوي 6. طيب
نبدأ بقى نشوف صاد بتساوي كام. صاد بتساوي 1 وأجيب السين دي بإشارة مخالفة الناحية التانية، يعني 1 زائد س، يعني س زائد 1. تمام؟ يبقى صاد بتساوي س زائد 1. أبدأ بقى عملية إن أنا هشيل الصاد من هنا وأعوض عن قيمتها بس زائد 1، أو أوري لك بالأسهم أهو. يلا بنشيل، أيوه أيوه، أنا بشيل مين؟ صاد اللي تمام، اللي هي أهي، ماشي، وأعوض عنها بس زائد 1. يبقى هنقول على الناحية التانية، يبقى أشيل الصاد دي وأحط قيمتها كام؟ س زائد 1. نشوف بعد ما نشيل إذا الصاد اتشالت وحطيت قيمتها س زائد 1 في س اللي موجود عندي بيساوي 6. أبدأ أضرب أوزع السين على القوس ده، يبقى س في س بكام؟ س تربيع زائد 1 في س بس. الستة أدخلها جوه بإشارة مخالفة سالب 6 بيساوي صفر. تمام؟ يبقى انا كده عملت طبعا ابدا تحليل س زائد 3 في س زائد 2. مش هعيد الكلام اللي قلته قبل كده، انا بدور على عددين بس هنا اشاره ناقص، يبقى ضربهم 6 وطرحهم يديني الحد الاوسط اللي هو 1 معامل. تمام؟ يبقى في 3 في 2 برضه، بس واحده موجبه وواحده سالبه. طبعا الحد الاوسط ماشي، بشوف اشارته ايه، تاخده الكبير فيهم تاخد اشاره الحد الأوسط. يبقى س زائد 3 في س ناقص 2، لما أساويها بالصفر يبقى س ب إشارة مخالفة على طول. اتعودنا بقى س بسالب 3، مش أفضل أقول أقولها لك يا إما س زائد 3. إذا س زائد 3 بتساوي الصفر، ومنها س بتساوي ناقص 3. تمام؟ طيب، أو س ناقص 2 بيساوي الصفر، ومنها س ب2. اخدهم دول بقى لقيمة الايه؟ س ناقص 3 وس ب2، واعوض عنهم هنا، ترجع لي الجانب الايمن علشان اطلع قيمة الصاد. يبقى عند س بتساوي سالب 3، يبقى اشيل انا هنا س واحط سالب 3. سالب 3 زائد 1 بيدينا سالب 2. يبقى اذا صاد بكام؟ قدامك شوف حركة الليزر. طب وعند س باتنين، انا هشيل س برضه هنا واحط 2 2 1 3، يبقى صاد اذا بكام؟ مجموعة الحل سالب 3 2، هو سالب 2 سالب 2 هنا في اشارة سالبة، و2 و3، يبقى سالب 3 وسالب 2 و2. تمام؟ ندخل على ايه؟ نمرة ب. نمرة ب بتقول ايه؟ اكيد نون للسين في ابسط صورة مبينة مجالها. نون للسين بتساوي تربيع ناقص 3 س على س تربيع ناقص 9 على المرة دي على، طيب 2 س على س زائد 3. هنشوف نبدأ بالتحليل. تمام؟ هنا مفيش مشاكل، مفيش ان انا احللهم كلهم مع بعض. هاخد هنا عامل مشترك س، يفضل س ناقص 3 تحت الفرق ما بين المربعين يبقى قوس س زائد 3 وس ناقص 3 على 2 س زي ما هي، وس زائد 3 ما فيش حاجة ايه تستدعي ان انا احلل. هناخد بقى ايه المجال زي ما قلنا، وبعدين دي على فيها قضية تانية ان انا هنقلب علامة العلى الى في. هنشوف مع بعض. يبقى المجال بيساوي ايه؟ ح ناقص المجال بيساوي، قلنا يبقى المجال بيساوي ايه؟ هنشاور عليه بالليزر. اذا المجال بيساوي ح ناقص وسالب 3 و3. سالب 3 جاي من فين؟ اهي س زائد 3 لما نساويها بالصفر هتطلع بإشارة سالبة، ودي سالب 3 لما نساويها بالصفر هتطلع موجب 3. بتاخد ايه؟ عكس الإشارة هنا، سالب 3 وموجب 3. طب الصفر يا أستاذ؟ الصفر اللي هو بسط، اللي هو بعد علامة العدد. يبقى أنت بتاخد المجال مجموعة الأعداد الحقيقية ناقص أصفار المقام زائد اللي هو ايه؟ البسط للكسر الثاني اللي هو بعد علامة العدد. يبقى انا هنا دي ناقص 3 مايس القوس ده هو القوس ده، مش هكرر ناقص 3 مرتين. تمام؟ وده ناقص 3 تطلع ب3، يبقى نشوف مع بعض باقي مسألة. هنقلب علامة العدد إلى في، والمقام هيبقى بسط والبسط يبقى مقام، يعني نقلب الكسر. نبدأ عملية الاختصار بعد كده. س زائد 3 تروح مع س زائد 3 س ناقص، زي ما هنشوف كده وأنا بختصر لكم
س ناقص 3 مع س ناقص 3، تانية س زائد 3 مع س زائد 3، ايه آخر حاجة س مع س. يبقى أنا أهو حتى مشكل لكم باللون بالألوان باللون الأحمر أهو طار إيه القوس بتاع س ناقص 3، باللون الأخضر طار قوس بتاع س زائد 3، هنا باللون الأصفر طارت س. وعندك أنت في القسمة أو الضرب، أنت بعد ما تقلب علامة العلى إلى فيه وتقلب الكسر هتبقى ضرب برضه. تقدر تختصر أي كسر، أي قوس مقدار رمز من بسط، من أي بسط فيهم مع المقام، أي مقام. يعني أنا بختصر ده اللي هو س زائد 3 مع مين؟ على البسط ده اللي موجود في مقام الكسر الأولاني، بختصره مع بسط الكسر الثاني. طب زائد ان انا مختصر ده في الكسر الواحد، وعندك السين هنا في مقام الكسر الثاني مع بسط بسط الكسر الاولاني. انت بتختصر من اي حته كانت في البسط مع المقام ده، مع غير عمليه الجمع والطرح، لان استنى بناخد ايه توحيد المقامات في الجمع والطرح عشان تعمل العمليه. لا، تقدر تختصر بس الكسر الواحد بسطا مع ده مع ده، ده في حاله اللي هي الجمع او الطرح زي ما وضحت لك في المثال اللي فات. تمام. طيب نيجي بعد كده نشوفها بعد الاختصار هتبقى ايه. اذا ن س بتساوي نص، كل الكلام اللي قدامك ده طلع بنص لان في البسط واحد مكانهم، وده ما فضلش الا الاثنين اللي تحت. كان معكم مستر مدحت ميلاد، شكرا. ارجو ان اكون قد افدتكم بالشرح، والى اللقاء في السؤال الرابع والخامس في فيديو اخر.